عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناه كوره. لو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه. طيب في الفيديو دوت هتعرف 3 حاجات. هتعرف طبعا نتائج المباريات اللي اتلعبت بعد انتهاء الجوله رقم 33 في الدوري السعودي. هتعرف طبعا ترتيب الدوري السعودي حاليا، ترتيب الهدافين، وهتعرف طبعا ملخص للاحداث اللي حصلت. اولا الاهلي السعودي النهارده للاسف خسر من الاتفاق بنتيجه 3-1، والفتح السعودي فاز على ضمك 1-0، الاخدود فاز على الرائد 1-0، والهلال السعودي امبارح تعادل مع الوحده 1-1. النصر السعودي ايضا قدر يفوز على الخليج ب 2-0، وكريستيانو رونالدو ضيع هدف من ضربه جزاء وجاب هدف برضه في نهايه المباراه، وطبعا رفع رصيده في الاهداف ل 24 هدف. الاتحاد السعودي كالعاده بيفوز في الكلاسيكو بنتيجه 3-2 ليصبح الترتيب الاتحاد بطل للدوري السعودي السنه دي ب 80 نقطه لحد دلوقتي، ولسه معاه مباراه يعني قادر يرفع رصيد النقاط بتاعه ل 83 نقطة. الهلال السعودي في المركز الثاني وطبعا معاه 72 نقطة. القادسية في المركز الثالث معاها 68 نقطة، وهتلعب في الجولة رقم 34 مع نادي الهلال السعودي مباراة صعبة جدا جدا جدا. النصر السعودي موجود في المركز الرابع، والاهلي موجود في المركز الخامس. النصر السعودي محتاج ان هو يحافظ على المكانه بتاعته في المركز الرابع، او طبعا القادسيه تخسر من الهلال السعودي والنصر يفوز طبعا على الفتح في الجوله رقم 34 علشان يضمن مقعد مؤهل لدوري ابطال اسيا، بس مش للنخبه، دوري ابطال اسيا 2 مش للنخبه. حلو الكلام، حلو الكلام. ده ترتيب اهم 5 مراكز. ليصبح ترتيب الهدافين ايضا كريستيانو في الصداره 24 هدف، ولكن عبد الرازق حمد الله 22، ايفان توني 22، كريم بنزيما 21. كل اللعيبه دي قادره في الجوله الاخيره ان هي توصل لعدد اهداف كريستيانو رونالدو، وممكن كمان تعديه. كلهم عرضه ان هم يجيبوا هاتريك او حتى يجيبوا هدفين، وكريستيانو رونالدو ايضا محتاج ان هو يجيب هدف علشان يبتعد اكتر واكتر شويه، وبالتالي يكون هداف الدوري السعودي للمره الثانيه على التوالي. كريستيانو محتاج هدفين 2 فقط عشان يجيب 100 هدف مع نادي النصر السعودي، وده يكون النادي رقم 5 اللي كريستيانو يحقق فيه الهدف رقم 100. عموما مستني منك لايك واشتراك وتتفاعل على الفيديو. سلام.